مساء الخير. اهلا بيكم باسهل طريقه مع ميم. لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي اشتركوا علشان لو ما اشتركتوش هيفوتكوا كتير جدا. النهارده بقى هنقدم مع بعض البريوش عشان شم النسيم، كل سنه وانتم طيبين. بس بقى مش اي بريوش، هندلعه كده حبتين علشان الولاد ينبسطوا بيه ويعجبهم. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. كيلو من الدقيق للمخبوزات، هنحط عليه خميرة، معلقة كبيرة خميرة فورية. هنحط عليه 10 معالق من السكر العادي جدا. هنقلب كويس، نجيب بيضتين وهنحط عليهم فانيليا، هنضربهم خفيف كده يعني، وهنخلطهم على الكلام ده. هنقلب كويس. اكتر حاجة مهمة في البريوش ان انا اقلبه واعجنه كويس. هننزل بقى باللبن بتاعنا. اللبن بقى ملوش مقدار، يستحسن طبعا يكون دافي او اكون مطلعاه من التلاجة من فترة او ادفيه على النار، وابتدي انزل كده حبة بحبة. عجلنا كده الخليط مع بعضه، هنزود كوباية من الزبدة الطرية اللي بحرارة الغرفة ونعجن تاني. عجناها كده، العجينة عندي بقت جاهزة. هسيبها بقى تخمر في مكان دافي، اغطيها واسيبها بقى نص ساعة او ساعة حسب. عندي العجينة اختمرت اهي ما شاء الله عليها. هقسمها نصين بقى كده اهي، ادي نص وادي التاني. هنقطعها بقى كده كور كده صغنططة، يعني الحجم ده كده اهي، كورة وكمان كورة واحدة كمان، كور 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 كده. خد بقى كل كورة كده وهعملها زي الحبل كده. بصوا اهي كده اهي. هطول كده شوية وبعدين هاجي في الصينية هبططها كده اهو. هبطط كده وهجيب حتة من الشوكولاتة اهو كده، هقفل عليها كويس جدا. خلوا بالكم هي هتخمر بعد كده اهي اهي. حط تاني حتة من الشوكولاتة اهو، شوكولاتة بالطريقة دي اهي كده اهو. واحط الحتة دي تحت، احطها علشان تخمر. خلصنا بقى اللي بالشوكولاتة، وهنيجي نجيب شوية فواكه مسكرة كده وهندلقهم على نص العجينة التاني اهو، وهنعجن كويس جدا عشان كله يبقى فيه الفواكه المسكرة. هندخلها كده في وسط العجينة كويس جدا. ممكن بقى عايزة تحطي زبيب حطي، عايزة تحطي مكسرات
عايزة تحطي تمر مقطع، اي حاجة انتي حابة تحطيها حطيها، قطعة قطعة. هنرولها كده برضو نفس الطريقة التانية اللي عملناها بالشوكولاتة، وهنلفها اهي، وهنحطها في الصينية، وبرضو الحتة دي تبقى تحت. خلاص خلصنا. هنجيب صفار بيضة هنحط عليه فانيليا، هنضربه كده وهندهن بيه وش البريوش عشان يديني اللون الحلو. سكر من الخشن بتاعنا ده بتاع الشاي، وهنحط على الوش كده يتكرمل بقى ويديني طعم في منتهى الجمال. وعلى فرن 200 درجة حرارة، وهدخله. طبعا الفرن انا مشغلاه من قبل كده، لازم يبقى سخن جدا، وهدخله لغاية لما يحمر ويديني اللون الجميل اللي انا عايزاه. طلعنا بقى البريوش بتاعنا من الفرن. بصوا يا جماعة، بصوا حاجة كده وهم، شايفين طعم بقى وجمال وطراوة، حاجة رهيبة جدا. جربوه مش هتندموا ابدا، وبإذن الله لو جربتوه وعجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد، وكمان ما تنسوش الكومنتات اللي بستناها عشان اعرف رأيكم في الحاجات اللي انا بقدمها. دي كانت طريقة عمل البريوش بأسهل طريقة مع مين.